السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لأول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي فضلا وليس أمرا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. طبعا مش محتاجة أقول لكم إن احنا كلنا في حالة يرثى لها بسبب الأحداث اللي حوالينا، فاللهم انصر المسلمين والإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في غزة ويعينهم على ما ابتلاهم يا رب العالمين، ويلطف بيهم ويرحم شهدائهم ويشفي مصابيهم يا رب العالمين ويسدد رميهم يا رب. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. كثفوا الدعاء لأن احنا مفيش حاجة في ايدينا غير الدعاء، فكثفوا الدعاء واملوا الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل. هي دي ان شاء الله، هي دي اللي هتقويهم وهتنصرهم بإذن الله. املوا الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. طبعا الحياة مش بتقف وكلنا يعني لازم نكمل، وان شاء الله بس كثفوا دعائكم وهو ده اللي احنا نقدر نعمله، لان احنا الحمد لله يعني يا رب العالمين مفيش في ايدنا حاجة غير كده، فقلوبنا معاهم طبعا. ربنا ينصرهم وينصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. نيجي بقى الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو بتاعنا حلو كده وجميل ولطيف وخفيف. طبعا بعد ما بتودي عيالك المدرسه بتعملي ايه يا ترى؟ يا ترى يا هل ترى؟ قولوا لي بتعملوا ايه؟ لو بتروحي تنامي يبقى انت كده خسرتي كتير كتير وضيعتي يومك كله. تمام؟ لو كنت شطوره وحلوه وجميله زي كده هتعملي ايه؟ هتعملي زي ما انا هعمل كده في الفيديو. استني معاه بقى، كملي الفيديو وان شاء الله تستفيدي منه ولو حاجه بسيطه قد كده، او تتشجعي وتقومي تعملي اللي وراكي. تمام. صلوا بنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة صحينا عملناها زي ما شفتوا كده كانت الساعة 6 الصبح. طبعا أنا صاحية من قبلها طبعا بشوية على بال صليت الفجر الحمد لله وقلنا الأذكار بتاعتنا. ولو لحقتي، بس أنا ما لحقتش للأسف أقرأ الورد بتاعي. فكان الساعة 6 بقى لازم أصحي رحمة، عشان رحمة هي اللي بتروح عند المدرسة، سلمى بتروح دروس بس، فكان بعديها الساعة 10. فالرحمه طبعا لازم تصحى تعمل اعمل لها اللانش بوكس بتاعها، وزي ما انتم شايفين كده الفينو اللي احنا عاملينه مع بعض واللانشون اللي احنا عاملينه مع بعض برضو. والفينو كان تحفه يعني. طلعيه، قلنا ان احنا هنطلعه من الفريزر قبلها بس ب10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده نحطه في الفريزر عشان يسخن كويس. ولو طلعتيه من بالليل وسبتيه على الرخامه هتصحي تلاقيه زي الفل. تمام. نحط بقى لانشون، جبنه، اي نوع جبنه عندك انت عايزاه. واللانش بوكس نحط فيها خضار ونحط فيها فاكهه او حاجه مسكره بقدر الامكان المتواجد عندنا، من غير افوره ولا من غير حاجات بهرجه كتير وحاجات كتير للاطفال في غنى عنها. طبعا انا ضد خالص ان احنا نودي في اللانش بوكس لحوم وشاورما وبرجر وحاجات غريبه كده. دول اطفال يعني، البروتينات دي المفروض نسيبها حاجه خفيفه كده تفتح نفسهم لحد ما يجوا يتغدوا يعني طبيعي. المهم الحمد لله توكلنا على الله ورحنا المدرسه. وديت رحمه المدرسه ورجعت بقى للهلمه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الازاز اللي في كل حته دي؟ فانا جيت بقى لميت الازايز دي. طبعا بالليل بنبقى في المذاكره وفي الحاجات اللي انتوا عارفينها دي والمناهده، فما ببقاش فيا حيل ان انا اشيل اي حاجه، بس الحمد لله بسيب المطبخ اهم حاجه رايق. لكن لو في ازازه بقى، لو في مش عارفه كوبايه شاي موجوده هناك كده على الترابيزه، لو في مش عارفه ايه، يعني ما بقاش كدابه ما بشيلهمش، لكن المطبخ يبقى جواه رايق، دي اهم حاجه. تمام. بس فانا هعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين روتين الخميس وكلنا حافظينه، صح يا ولاد ولا لا؟ روتين الخميس بنبقى ماسحين فيه الشقه كلها ومظبطينها وتمام عشان يوم الجمعه يبقى رايق، يوم السبت تمام. الحد بقى نعمل ايه؟ نعمل زي ما انتم شايفين كده، نروق الدنيا كده على الخفيف خفيف، نكنس السجاده بتاعتنا. الحمد لله كانت نظيفه ما كانش فيها حاجه، بس ايه، انتوا عارفين الشعر اللي انا وريته لكم ده. المساحه بتاعتنا الجميله بالبخاخه بتاعتها كده، وبختين 3، وتلمعي السيراميك حواليها، وتلمعي الترابيزه والنيش والترابيزه والتلفزيون، وخلاص كده ندخل بقى على المعمعه الكبيره والهيصه. طبعا كلنا بنبقى كده. الترابيزه مفروضه زي ما هي، الكتب ماليه كل حته، الهدوم طبعا من الاستعجال بيبقوا ماشيين الهدوم قاعده زي ما هي. الازايز اللي موجوده في كل حته دي طبعا طول الليل وكل واحده تجيب لها ازازه وتشرب منها. بس فيعني الحوار ده كله مش عايز اكتر من ربع ساعه الصبح. اهم حاجه كده ايه، لو تفطري وتروقي على نفسك كده والبيت فاضي ما فيهوش اي حد، تاخدي كده طاقه ايجابيه كده وتشمي نفسك شويه من المناهده، وتحطي ترتبي يومك كده وتشوفي انت هتعملي ايه.
انا النهارده عارفه ان انا يعني انا بودي واجيب المدرسه، فالمشوار عندي كتير تمام، فبستغل الفرصه اللي هم مش موجودين فيها دي، فروق الدنيا دي كلها واظبط شقتي تبقى 100 100، مبقاش في حاجه هعملها. ابقى عارفه انا هعمل غدا ايه. انا النهارده بما انه اول الاسبوع بقى والعيال بتبقى جايين مفرهدين بقى من المدرسه وكده، فعايزه اعمل حاجه ايه، حاجه حلوه وجديده ما عملناش من زمان. فقلت هعمل البرجر. المهم ان انا رحت عند الجزار، فقال لي انا عندي برجر جاهز. قلت له تمام 100 100، انا بحب اعمل حاجه بايدي، انت عارفين كده كويس. المهم ان هو ايه يعني، عمل الخلطه قدامي وتمام، وفرم اللحمه قدامي، بس هو عمل إيه خسسه بس شويه، انتوا فاهمين. فقلت ما فيش مشكله، هتشوفوا دلوقتي معايا. المهم ما فوتكوش في الكلام، روقت اوضه البنات، فردت السراير كده والملايات سويتها، وطبقت الكوفرتات لان الجو بقى برد دلوقتي، يعني بنتغطى بحاجات خفيفه كده. فالاسدالات اللي كانوا بيصلوا بيها ايه تاني، المصليات بقى نشيلها ونحطها كده ونروقها على جنب، تحس ان الدنيا حواليكي راقت بس. ونفس الموضوع كنست السجاد، ومشيت على السيراميك الحتت اللي باينه بس، مشيت عليها بالبخاخه، لان المساحه دي لو انتوا اللي متابعني عارف ان المساحه دي فيها جزء اللي هو الجزء اللي من تحت ده، في بخاخه كده بتمليها معطر او ايا كان ديتول، ايا كان اللي بتمسحي فيه مع الميه، وبتبخي بس بالايد بتاعتها من فوق، وبترش لك من غير ما تغرقي الدنيا. بستعملها لما ببقى مش عايزه اغرق الدنيا. تمام، مسحت وكنست وعملت سويت السراير. جه دور بقى التلميع، لازم تلف كده على الشقه كل يوم، اي حاجه عندك تلمعيها. انا عندي الدولاب بصراحه كنت بلمعه كده، بس المره دي عايز تلميعه شديده شويه، فجبت البخاخ بتاعي ده. وما هو هتقولوا لي غلط على الخشب ومش عارف، بس انا ما بعملوش على طول، انا بعمله كل شهر شهرين. تمام، لما الاقي الايد بصمت والمسحه العاديه مش نافعه. لو انت عايزاه يبقى امن اكتر، ممكن تحطي نقطتين زيت زيتون على الميه دي، على الميه ومعاها اي معطر، وهتلمعي بيها الخشب، هيبقى زي الفل ومش هيجرحه ولا هيخليه يبهد. خلاص، بنفس البخاخه الجميله بتاعتي بلمع بيها المرايه، لان دي المرايه دي بتبقى كل يوم عايزه تتلمع. كل اللي رايح واللي جاي يقعد يبص على نفسه بقى، وايه معجب بنفسه قوي، وتلاقي الايد اتحطت هنا والصوابع اتحطت هنا. تمام، المهم فربنا طبعا يبارك فيهم ويعيشوا ويبهدلوا واحنا نروق. دي اهم حاجه، ان هم يبقوا كويسين. ربنا يبارك في اولادكم جميعا يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين، عاجلا غير اجل. خلصت بقى اللي ورايا، رحنا جبنا الانسه رحمه وجينا، وسلمى كانت جت الحمد لله. ده بقى البرجر اللي انا قلت لكم عليه، جبته حطيته في الفريزر شويه، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه معاه. لقيت عندي، ما لقيتش عندي غير 4 بطاطسيات بالظبط، بس الحمد لله كفوا، كانوا زي الفل. البرجر بيبقى عايز ايه، بيبقى عايز كاتشب او مايونيز، وبيبقى عايز مخلل، وبيبقى عايز معاه بطاطس محمره، صح ولا لا؟ اسمه ايه اللي بيتحط فيه البرجر ده، اسمه ايه، الكايزر. للاسف ما كانش فيه وقت بقى ان انا اعمله، احنا كنا عاملين فينو بس، فاشتريته الصبح بقى. كان يعني مش الصبح، الوقت اللي انا جبته فيه كان ايه، كان لسه سخن بقى، فهو اداهوني في الشنطه طبعا سخن مولع، على بال ما جيت كان كرمش بقى وحالته بقت صعبه جدا. فهو الشكل ما كانش عاطفي قوي، بس اهم حاجه ان البرجر انا كنت خايفه بصراحه يطلع طعمه مش حلو، يعني كنت خايفه منه جدا، لدرجه ان انا اول ما جيت حمرت منه واحدايه عشان اشوفه هيحصل له ايه بالظبط وريحته هتبقى عامله ازاي. بس طلع جميل جدا الحمد لله. طبعا الحاجات دي بنحاول قدر الامكان ان احنا نجيبها من عند حد مضمون، اللحوم بالذات، لان يعني مش انت عارفين الحاجات بقت غاليه، وكله بقى بيستسهل ويسترخص وبيجيب حاجات غريبه ويحطها في اللحمه. فيعني لازم يكون حد مضمون، يا اما تجيب اللحمه وتعمليها انت زي ما عملنا في البيت قبل كده انا وانتوا. تمام، بس قطعت البطاطس بتاعتي، اغسلها كويس، كنت حاطه الزيت على النار، هحمر بقى البطاطس بتاعتي. الطاسه للاسف انا كنت بحمر في اسمها ايه، في حله، عشان بجيب حله الومنيوم كده وبحمر فيها وبغسلها على طول بعديها، وبصفي زيت واشيله. بس انا كده كده البوتاجاز عندي كان بايظ، فقلت يلا بقى مش مشكله هحمر في الطاسه. جبت الطاسه التانية بتاعتي هعمل فيها بقى البرجر، هحمر فيها البرجر ممكن تحطيه تحت الشوايه او في الفرن. تمام، من غير يعني يا دوب شويه زيت صغننين كده، وممكن تعمليه بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، بس ما تحمرهوش اهم حاجه في زيت غزير ابدا، لان هو كده كده مش هيستحمل. وفي نفس الوقت عايز زي الشوي كده، ممكن على الجريل هيبقى ممتاز جدا برضو.
وممكن بالطريقه دي اللي هو ايه، يا دوب معلقه زيت واحده وتحط فيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بياخد بقى الصدمه بس على نار عاليه، وبعد كده توطي عشان يستوي، وبعد كده تقلبيه على الناحيه التانية. انا بحب اغطيه كمان عشان ايه، يستوي حلو، يعني اهم حاجه عندي اللحمه تبقى مستويه حلو. تمام. شايفين بقى شكل الكايزر كان عامل ازاي لما جه حط في الشنطه فكرمش بقى، يعني امه كانه بقاله 100 سنه. بس دايما انا بحب يعني بالذات في اوائل المدرسه كده، في اوائل الدراسه بحب اعمل حاجات مختلفه ما عملتهاش من زمان عشان يحسوا ان في تغيير. طبعا بيبقوا جايين من يوم طويل بقى مرهق ومتعب وتراب وطريق وعربيات يعني فاهمين، فيعني لازم نخفف عنهم كده، وهم خلاص اتعودوا على كده. النهارده هتعمل لنا اكل ايه جديد كده يعني فاهمين. يعني ايه بحب اشهيصهم شويه كده. دايما بقول لكم اعملوا ذكريات مع اولادكم، اعملوا ذكريات حلوه يفتكروكم بيها، ويبقوا بعد كده عايزين ينفذوها مع عيالهم ان شاء الله لما يكبروا. فيعني الحاجات دي بتفرق جدا 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 في المحيط الاسري عامه، وبتفرق في يعني بتحسسهم ان انت مهتمه بيهم وعايزه تعمل لهم كل حاجه حلوه. تمام. حمرت البطاطس، وهنا طلعت اول مره من البرجر، ودي تاني مره. هو النص كيلو تقريبا عمل حوالي 10 وحدات. 10 وحدات ده عشان هو رفيع قوي، لكن لو كان اسمك من كده كان هيبقى 8 وحدات. بس هو الحجم ده كان ممتاز جدا الحقيقه. انا بقى لما هعمله ان شاء الله في البيت المره الجايه معاكم هعمله، بس هرققه قوي زي ما هو كان عامله. كانت على قد الكايزرايه وكانت حلوه واستوت حلو جدا. تمام. ممكن بقى تحطي معاها خس، ممكن تحطي معاها طماطم، ممكن تحطي معاها خيار، براحتك على الاخر. بس انا عندي ما بيحبوش يعني بحطهم وبيشيلوهم، فما رضيتش يعني فاهمين اهدر فيهم، لان حرام الحاجه غاليه وما بقتش حمل ان هي تعملي حاجه وتترمي. خلاص. حمرت البطاطس ورشيت عليها من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها مع بعض. لو حد لسه عارفها يقول لي في التعليقات بسرعه وانا هقولها له الفيديو الجاي ان شاء الله. بس كده. وده كان اليوم بتاعنا النهارده. وجبت لهم بقى كاتشب ومايونيز بقى، انتوا عارفين القطه غاليه فما كنتش عارفه اعمل لهم كاتشب في البيت. يعني قضينا الغرض بالكاتشب ده والمايونيز ده، الواحد بجنيه والمايونيز الواحد ب2 جنيه. تمام. الخيار ده انا عاملاه، هينزل لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مخلي الخيار سريع جدا جدا، تاكلي منه تاني يوم ممتاز جدا. خلاص كده. بعد الوجبه الجميله دي بقى نشوف مذاكرتنا ونشوف الواجب اللي علينا، ويعني ونشوف بقى الواجبات. يعني انا عملت معاكم اللي عليا، اعملوا اللي عليكم بقى. بس كلنا والحمد لله. وهما في وسط المذاكره كده بقى حبيت يعني ايه، يعني اشهيصهم بقى زياده. اعمل ايه، كان عندي رمان كنت جايباه ومفصصاه. انا بحب اجيب الرمان وافصصه واحطه في علبه في التلاجة. اللي يعوز ياخد يحط عليه سكر، يحط عليه عسل، بحطه لهم في ميه، او يعني حسب ما كل واحد عايز. فانا جبت لهم شويه رمان كده، حطيت لهم عليهم سكر ومعاهم شوكولاتتين كده حلوين يرفعوا من معنوياتهم. بس. وده كان اخر حاجه عملناها في يومنا بعد واحنا كده بنذاكر. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واستفدتوا منه لو حاجه بسيطه. دعوه حلوه منكم لينا. وطبعا مش محتاجه اقول لك اللايك وتعليقك الحلو اللي بيساعدني اكيد ويشجعني ان انا اعمل فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين، مع السلامه.